الحمد لله خلصت جزء كبير من العربي. ولو فضلت ماشية بالشكل ده هكون إن شاء الله خلصت المراجعة كلها قبل الامتحانات. آه أما أروح أنام بقى. اهدى، دي هتروح تنام ولا إيه علشان تعرف تكمل مذاكرة؟ لا، أنا ألحقها أوام. انت يا رحمة يا خايبة في عقلك، عاوزة كده تنامي عادي ولا أكن وراكي أي مذاكرة؟ لا اسكت، ده انا النهارده شطوره، خلصت الباب الاول في العربي وخلصت الباب الاول في الانجليزي، ولو فضلت ماشيه على النظام ده ان شاء الله هخلص المواد كلها مراجعه قبل الامتحانات. يا سلام، عربي وانجليزي بس اللي ذاكرتيهم؟ طب ولسه الفيزياء والكيمياء؟ ده انت ناسيه كمان ان في درسين في الفيزياء اصلا ما ذاكرتيهمش. انت نسيتي ولا ايه؟ وفرحانه قوي بان انت ذاكرتي العربي والانجليزي. ايوه ماشي، ما انا عارفه، بس انا قلت يعني شويه بشويه، ما هو مش معقول هخلص كل حاجه في يوم واحد. شويه بشويه ان شاء الله كل اللي انت بتقول عليه ده كله هيخلص. هاي، ضحكتيني والله. انت فاكره في حاجه هتخلص؟ يا عم اللي ذاكر ذاكر خلاص، انت خلاص راحت عليكي. يا سلام تفتكر كده؟ طب طب ممكن انام دلوقتي شويه واصحى من بدري وابتدي اخلص بقى في الحاجات اللي ورايا كلها، وبكره ان شاء الله اخلص اكتر. يا عم سيبك، بلا تخلصي اكتر بلا اقل، انا هقولك على حل كويس تعمليه. بصي انتي تقومي دلوقتي وتتفرجي على كل الافلام اللي بتحبيها، بلا وجع قلب. هو الواحد هيعيش دنيته قد ايه؟ يا عم سيبك، بلا مذاكره بلا نيله، هما يعني اللي كانوا ذاكروا كانوا خدوا ايه ولا اشتغلوا ايه؟ يا عم فوقي فوقي بقى لنفسك كده وشوفي الحاجات اللي نفسك فيها واعمليها كلها. بس انا كان نفسي انجح قوي، خلاص يعني، خلاص مفيش حل خالص. اعمل ايه يا ربي، اعمل ايه؟ انا كده خلاص عملت اللي عليا معاكي، اما اروح اشوف غيرك بقى بلا وجع قلب. سلام. عيني عليك يا رحمة، خلاص يا رحمة هتسقطي، خلاص راحت عليكي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ايه يا حبيبتي، قاعدة كده تذاكري في العربي بس لوحده وسايبة الكيمياء والفيزياء والإنجليزي والرياضة كل ده سايباه وماسكالي في العربي بس؟ ايوه طبعا، ما شاء الله عليا، ربنا يحفظني، الحمد لله ماشيه كويس في العربي وقربت اخلصه كمان. امال ايه؟ امال انا بلعب. نعم، بتقولي ايه؟ قربتي تخلصيه؟ شاطرة طبعا. ما قلتش حاجة، بس بقية المواد هتعملي فيها ايه؟ ولا كأنها عليكي يعني؟ بغض النظر عنك طبعا عليا، لكن انا ماشيه بقى بجدول، وان شاء الله ان شاء الله اقدر اخلصهم كلهم، ملكش فيها. بتهيألك يا شاطرة، ده المنهج كبير جدا واصحابك زمانهم خلصوا من زمان، يعني مش هتقدري تحصليهم. معاك حق فعلا، هما ممكن فعلا يكونوا قربوا يخلصوهم. اعمل ايه اعمل ايه؟ ايوه، جات لي حته دين فكره. انا هروح اصلي وادعي ربنا ينور بصيرتي لخير الطريقه اللي انا امشي بيها في المذاكره. ايوه، هو ده الحل. لا لا، اوعي تصلي ايه؟ اوعي تعملي كده. ايه رأيك تروحي تاخدي ريست بتاع ساعة كده، وبعديها تروحي تاخدي دش وتشيكي نفسك عشان مخك كده يتجدد كده عشان تعرفي تعبي فيه معلومات تاني اكتر واكتر. ايه رأيك في الفكرة دي؟ لا طبعا، دي فكره منيله بنيله، رست ايه ونيله ايه؟ بص، انا مش هقولك غير كلمه واحده: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كده طيب، انا برضو مش هسيبك وهرجع لك تاني، ما هو اكيد لك داخله. بغض النظر عنك، يلا غرفه داهيه. فينك بس يا رحمه، اتاخرتي ده كله ليه؟ السلام عليكم. ايه الاخبار يا ايه؟ عامله ايه في المذاكره؟ مالك بس يا حزينه؟ احنا مش نظمنا جدول امبارح والمفروض ان هو كويس؟ مالك بس؟ بصي بقى يا ايه، انا قررت خلاص، قررت مش هكمل دراسه. بصي كده على الناس اللي حواليك اللي اتخرجوا، عملوا ايه يعني؟ هم قاعدين في كل حته مش لاقيين شغل، فليه اتعب نفسي وليه اوتر اعصابي بالشكل ده؟ انا احسن حاجه اعملها ان انا اقعد انمي مهاراتي واشتغل اي شغلانه على النت وخلاص على كده. يا سلام، كل شويه نتضغط كده في ايام الامتحانات ونتعب اعصابنا على ايه ده كله يعني؟ ما نقعد مرتاحين ونعمل الحاجات اللي نفسنا فيها. ايوه عارفاهم البقين دول، عارفاهم يا حبيبتي، كل شويه بقولهم لماما ما تقلقيش.
بصي بقى يا حبيبتي، بغض النظر عن الكلمتين اللي مالهمش اي 30 لازمه دول، عايزاكي تركزي معايا كويس قوي في اللي هقولهولك دلوقتي. بما اني بقى كده ما شاء الله عليا ربنا يحفظني يعني اشطر واحده، هتقولي لي ليه؟ هقولك اهو كده قاعده وقعدتها دلوقتي. احب اقولك ان الفتره اللي احنا بنمر بيها دلوقتي اسمها وضعيه زنقه الكلاب. ايوه زي ما بقولك كده، وضعيه زنقه الكلاب. ايه بقى اللي المفروض نعمله فيها؟ اولا لازم نبدا بالحاجات الصعبه اللي ما فتحناهاش قبل كده، واحنا بنحاول بقى ننجز فيها يجيلنا مين بقى؟ يجيلنا شوشو اللي هو الشيطان، يروح يحاول يفهمنا ان احنا ضايعين ومش فالحين ومش فاهمين حاجه. ايوه، ما هو مش عبيط يروح لناس خايبه ما بتذاكرش ويضيع وقته معاهم، اصل هم كده كده ضايعين مش هيحتاجوا منه مجهود يعني. فلو لقيت الشيطان مركز معاكي اعرفي انك ماشيه صح، فاهمه يا نصحى؟ بجد والله؟ يعني انا مش ضايعه ولا حاجه؟ يا حبيبتي طول ما احنا بنعمل اللي علينا ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيرضينا. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا بسم الله الرحمن الرحيم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. فأنا عايزاكي بقى أول ما تذاكري حاجة تروحي قايلة بعديها الدعاء: اللهم إني عهدت لك ما ذكرت وما حفظت فرده إلي عند الحاجة إليه. فهماني؟ وأول ما يجيلك وسوسة الشيطان تروحي تعملي إيه بقى؟ يا إما تروحي تسبحي، يا تقري قرآن، يا تروحي تصلي، هيبعد عنك. لأن كل ما يجي يوسوسلك تروحي أنت زايدة في الطاعات، تروحي أنت متقربة أكتر لربنا، تروحي أنت تدعي، فيوجع دماغه ويجيلك ليه؟ هيبعد عنك على طول. يلا بقى ضيعنا وقت كتير، يلا نشوف اللي ورانا، والقعدة الجاية بإذن الله اوعي أشوف الوش الكئيب ده تاني، ماشي؟ حاضر حاضر، الله المستعان، تسلميلي يا رب.